هلا وسهلا، اسعد الله مساءكم كل خير، مساء النور ومساء الورد. وقبل كل شيء صلوا على النبي، اللهم صل وبارك على نبينا محمد. لي فترة اكتب لكم قمرة قمرة قمرة، والكل اللي يقول جتك بنت اسمها قمرة، واللي يقول مدري ايش. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اولا، والفضل كل شيء في الحياة لله سبحانه وتعالى. اليوم مثل ما تشوفون في هذه القاعة الجميلة قاعدين نرتب على زواجي، على الثانية اسمها قمرة. لا أحد يدخل بالنية، اصبروا هدوا، خل أعلمكم السالفة، قولوا لا إله إلا الله. خل بقعد وبعلمكم. خلوني الحين أعلمكم سالفة قمرة. وقبل لا أعلمكم سالفة قمرة، أي أحد بيشوف حاجة ويعجبه شيء ذكر الله زين يا جماعة، ما شاء الله تبارك الرحمن. قمرة هذه لها قصة. قبل سنة قعدت أفكر بفكرة مشروع، فقررت أني أفتح مشروع عبارة عن قاعة أفراح، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. والحمد لله اليوم نستفتح قاعة قمرة، وجعل لياليكم كلها قمرة. طبعا السبب اللي خلاني أفتح هذه القاعة عندنا سببين. السبب الأول هو حق مشروع لأي شخص يفتح مشروع إنه بيترزق الله، وهذا شيء طبيعي. لكن الهدف الثاني، كلنا يا جماعة نعرف أسعار القاعات أنها مرتفعة وغالية. فالهدف اللي حنا مسوينه، الهدف الثاني، انه بهذه القاعة نساعد كثير من الناس اللي حاب انه يتزوج، لكن مثلا تكاليف الزواج وتكاليف القاعة غالي. السعر لهذه القاعة بالفخامة اللي انت بتشوفها مع قمرة سعر جدا معقول. الحمد لله يا رب على التوفيق، والحمد لله يا رب على التيسير. هذا المشروع اللي كنت اتكلم فيه قبل فترة، قبل شهر، قلت بصوره لكم بعد اسبوع، لعلي طولت عليكم وصورناه اليوم بهذا الشهر الفضيل. أسأل الله أن يبارك يا رب إن شاء الله، ونشوف منها الخير يا رب العالمين. وأسأل الله لكل واحد بيتزوج سواء بقاعة قمرة ولا بقاعة ثانية، أسأل الله لك التوفيق يا رب ويجمع بينكم على خير. خلوني بوريكم جمال قمرة بإطلالتها الجميلة. مثل ما شفتوا هذه قمرة وإطلالتها اللي قبل شوي. أسأل الله أن يبارك يا رب ويرزق كل من تمنى. وما وريتكم وقلت إنها تبعي إلا أدري ومتأكد إنك تحب لأخوك مثل ما تحب لنفسك. أسأل الله أن يبارك ويجعلها إن شاء الله باب رزق وتوفيق بإذن الواحد الأحد. ومن اليوم ترى نفتح باب التأجير لقاعة قمرة، سواء زواجات، مناسبات عائلية، أي مناسبة. القاعة جاهزة، وبعلمكم الآن بالتفاصيل وش تخدمك فيها القاعة. لكن قبل كل شيء هذا رقم التواصل مع قاعة قمرة. حياكم الله اللي حاب يحجز، أبرك الساعات وبتشرفون. الآن بعطيكم وش الميزة في قمرة. الحين بتكلم عن قمرة بالتفاصيل. أول شيء عندكم هذا الحوش اللي ما شاء الله تبارك الرحمن مع النوافير، ورا تقدرون تحطون جلسات خارجية. خلصنا الحوش، ندخل الحين داخل القاعة. أول ما تدخل بيجيك لوبي فندقي، هنا جلسات بسيطة، المراية اللي حاب يزين يعني شكله وتضبط. هنا موجود حق العبايات أيضا، الجوالات كلها موجودة هنا. بعدها تخش القاعة اللي نوفر لك طال عمرك ممر للعروس طبعا مجاني. الطاولات هذه مع الورد مجاني. الكنسول في كل مكان، 1 2 3 4 5 6 في كل مكان برضه هذا مجاني. عندكم طاولات الضيافة هنا، وبرضو طاولات الضيافة هنا موجودة. كل هذه الأشياء تقدم مع رسوم التأجير، يعني بتاخذ قاعة مربطة لك من الألف للياء. اللي موجود هنا طبعا ما عليكم من الأشياء اللي هنا، بقى تحية بسيطة بنخلص اليوم إن شاء الله بإذن الله. هنا عندكم طبعا شوفوا ارتفاع الأبواب ما شاء الله تبارك الرحمن.
هذه غرفة خاصة للعروس والعروس، فيه باب خلفي بحيث يدخل وياخذ راحته، خصوصية تامة، مع دورة مياه وانت بكرامة والشاور وكل شيء. تجينا طال عمرك هذه المغاسل مع دورات المياه. طبعا باقي اشياء مركبت الى الان. اليوم كل شيء باذن الله بنخلص، بس صراحه ما عندي وقت كنت بصور لكم اليوم. هذا الارفف راح يكون فيه يعني يسمونهم فوط واشياء واجد راح تكون موجوده هنا. وهنا قسم خاص عاد كامل لطاولات الطعام. هذا قسم كامل لطاولات الطعام. طبعا كل الطاولات فيها ورد، يعني مضبط عليك من الالف للياء. ما شاء الله تبارك الرحمن، اسال الله ان يبارك يا رب. عاد اول واحد يتزوج على قمرة انا بسم الله قعدت في الكوشه. اسال الله ان يبارك يا رب ان شاء الله ويرزق كل من تمنى. هذا رقم التواصل مع قاعه قمرة. التفاصيل اللي شفتوها هذا شيء بسيط، في الواقع تبي تشوفون شيء افضل باذن الله الا اكتملت كامله. يعني باقي احنا خلصنا 99%، باقي ال1%، يعني تفاصيل بسيطه راح تكمل في المكان ان شاء الله. اسال الله ان يبارك. قمرة تستقبلكم بزواجاتكم، حفل تخرج، اي شيء، اي مناسبه تقول انا موجوده وحياكم الله. هذا رقم التواصل مع قمرة. تنويه بسيط، ترى القاعة يعني ياخذها يقدر رجال أو نساء، لكن إذا أخذوها رجال الكوشة هذه اللي تشوفونها قدامكم هذه تشال ويحط فيها كراسي يعني مناسبة للرجال. عاد مع قمرة مسوين تعاون مع أختي الكبيرة الله يخليها لي، ذكرى ديتيلز. تعرفون ما شاء الله في تنسيق الحفلات، فأنت عندك خيارين: يا تستأجر القاعة بحلتها بالشكل هذا والباقي من ترتيبات أنت تسويه، أو تقول لا أنا بستأجر القاعة وبتعاون مع ذكرى ديتيلز بحيث أنها توفر لي مثلا الموالح، التنسيقات كاملة، والشوكلت بعد العشاء وقبل العشاء، المهضمات إلى آخره، تفاصيل عاد خاصة في الحريم هذه. فعندك الخيارين هذه: يا تستأجرها بحلتها كذا، أو تتعاون برضو مع ذكرى ديتيلز وتمسك حفلتك كاملة. إن شاء الله أن يوفق ويبارك يا رب. بيض الله وجهكم يا جماعة على التعليقات اللي قاعدة توصلني، الله يسعدكم. والله ودي أرد على كل واحد، لكن ما شاء الله الخاص فل. شكرا على مشاعركم اللي قاعدة توصلني، بيض الله وجهكم. واللي بقوله برضو الأيام اللي راحت اللي مثلا انقطع عن سناب وأغيب وأرجع، لا تلوموني، مثل ما تشوفون يعني قاعد أشتغل، وأنا من النوع اللي ما بتكل، ما مشرف مو مشرف، لا ترى أنا اللي أشرف وقد أناظر وقد، لكن الحمد لله يا رب خلصنا من كل شيء، متبقي البيت الحين، وهذا على مشارف إن شاء الله. بعدها نتفضل السوشيال ميديا صح. الحمد لله يا رب على نعمك، وأسأل الله أن يبارك، وأسأل الله أن يرزقكم من واسع فضله. قولوا آمين.